في 1 ديسمبر 2016 صحات البلاد على خبر حزين ومفجع لكاع الجزائريين، الا وهو وفاة شيخ البلاد عمر الزاهي اللي حضروا جنازته الالاف والالاف تاع الناس، واحد من اعظم مغنيين شعبي. وهو في حياته مسكين ما كانش فاهم شحال هو كبير واش دار للموسيقى الجزائريه، وفضل ما يعيش في الاضواء ويعيش حياه الزهد ونكران الذات، وليلو كان ماشي الناس اللي تحبوا وتسجل غناه ما كناش راح نسمعوا هذا الابداع. عمر ما خلاش حوانت وما خلاش ورث وما خلاش اصلا وريث. قالوا عليه العلماء تاع الموسيقى في فرنسا باللي التفكير الموسيقي تاعو يتشبه لتاع سيباستيان باخ، وبمعنى واحد اخر وبكل بساطه الموسيقى تاعو تداوي المرض. صح، هذا الانسان اللي هارب من الشهره والشهره تجري موراه، لازم على كل انسان يعرفه ولا على الاقل الجزائريين اللي مازال عندهم ودنهم نقيه تحترم الفن. في قرية تيغيل بوداعين الحمام ولاية تيزي وزو في النهار الأول من عام 1941 خرج عمر أيد زاهي للدنيا كهدية للجزائر في عائلة متكونة من زوج خيات وأخ مات شهيد في عمره 17 سنة في الجبل. ولكن عمر الصغير ما راحش يطول تما، ده جدو لواحد الحمو اسمها الرون فالي وسكن في جهة فيها غير الفرنسيس، وجدو كانت عنده قهوة كيما كتشاوى كانوا يسترزقوا منها وعايشين بها. وعمر اللي جا في عمره 5 سنين لحق الوقت باش يدخل يقرا ودخل في مدرسة ابتدائية كانوا يعيطوا لها الشبيبة واليوم لو يعيطوا لها صومام. وما لقى هذاك الوقت والظروف اللي ما كانتش سهله على الجزائريه، قدر يقرا 10 سنين وخرج للدنيا يحوس على خدمه، حط له شويه مصروف في جيبه يعاون بها روحه. وكما قال الجزائريين كانت الخدمه الوحيده المتوفره يا في الفلاحه يا في الميناء تاع الجي، واللي قدر فيه يدبر خدمه شد بها لمده تاع 3 سنين وحبس. عمر في هذا الوقت كما قال الجزائريين كان يرفه على روحه بالشعبي اللي كان يتغنى في القهاوي والسطوح والعراس، وما طولش بزاف وتكونوا عنده مشاعر حب للموسيقى وخصوصا الشعبي الجزائري اللي يحبوا بزاف. وكان عنده الزهر في واحد الحاجه، كاينه واحد العائله واسمها عائله بلمو كانوا يسكنوا قدامهم ولا باس بهم ماديا، وكانت عندهم قيطاره اللي قدر عمر يحط يدو عليها وكانوا يخليوها له خاطر كان معروف بعقالته والاخلاق العاليه اللي عنده. فتحوا عينيه على الموسيقى مليح كي بدا يلعب ويستكشف هذه الاله اللي تخرج صوت يبكي ويفرح الانسان. كان يريح قدام المسيد فوق صندوق تحطب ويتعلم واش يقدر يتعلم وحده ويفهم هذه الاله كيفاش تمشي، وما كانش يطلقها ليل ونهار يتعلم يتعلم يتعلم. وهنا حس عمر باللي عنده موهبه ربانيه معناتها ما عند ربي. عمر قدر يدخل في واحد الدوره يتعلم فيها السولفاج برك ويتعلم يقرا السلم الموسيقي. وفي هذا الوقت كانوا بزاف شيوخ في الساحه، بصح كاين واحد خلى له طراسه في عقله وحبه بزاف ولا يعاندو ويغني غناه، واللي هو الحاج بوجمع العنقيس اللي نهار سمعوا العنقيس حسبت له هو اللي راه يغني. وهذه الحاجه عاديه لانه عمر تاثر به وكان يتعلم منه بشكل مباشر، وكانت تقدر تقول اول استاذ له ولا شيخ كما يقولوا اصحاب الشعبي، شيخ بلا شيخ ما راهوش شيخ. خليت انا متى قال لي الشيخ قال لي شوف اسمعك واش اسمعك وهذا هنايا مع الاول ابدا خذ هنا يعني تعاوي كان هذا منها. وهنا فهم عمر كيفاش تمشي الالحان الموسيقيه تاع الشعبي ولا كما يسموها المرمى، وبدا عمر بشويه يغني لاصحابه ومن بعد دخل القهاوي والناس تسمع له تحت اسم عمر العنقيس ولا عمر العنقيس تجي سهل اكثر. العنقيس شغل ماشي ضمه ماشي فتحه، عمر العنقيس هكذا عمر العنقيس. بصح تقدر تقول كان مخبي ومازال ما دارش خطوه كبيره حتى العام 1963 وين خدم عرس للمره الاولى تما في الرون فالي في حومته، ومنها رسميا بدات المسيره تاعو. وعرف في هذه المده زوج شيوخ واحد اخرين كبار، الشيخ الحلو والشيخ قبايلي لكل واحد واش مدلو وكيفاش عاونوا. ولكن في واحد النهار وهو يخدم في القهوه وبين الناس المستمعين كان واحد اسمه قدور باشطوبجي كان يكتب القصيد ويعرف مليح القصايد تاع الشعبي والملحون، وخدم مع فنانين كبار كيما خليفه بالقاسم والحاج مريزق وحتى الحاج محمد العنقا. شاف عمر يغني ريح معاه ورا له حاجات صح له غلطات وراح. عمر عجبو الحال بزاف وحب كثر. الشيوخ اللي كانوا في هذيك القهوه اسمها قهوه ليطوال قدروا يكونتاكتيوه مع باشطوبجي وقبل باش يعلم عمر القصيد وكل ما يتعلق بالشعر الملحون. وبسم الله بداو سويعات خطرات في النهار ولحقوا لكل يوم، ومن داك 3 ايام وما يحبسوش. وعمر اللي كان عاقل وناكر للذات اللي تتكبر وانا نعرف زعما وكذا وانا عمر ازاي ولا كان يتعلم بكل رزانه. وهذا الاستاذ تاعو اللي كان يحبه بزاف عمر بقى يتعلم منه ويرفد عليه لمده 20 سنه كاملين، وهو اللي عطالو الديوان تاع الشعر الملحون الاول تاعو. وعمر راهو مع الجوق تاعو يخدم ويتعلم منه ومنه ويتطور والشعبيه تاعو تكبر وتكبر حتى لحقت الرياح تاع الثوره الجديده في الشعبي تاع الاسطوره محبوب باتي. قولوا للغايبين نرجع ندير حاجه قولوا يفسروا يولوا بعد الشده تجي الفرجه شمعنا فيها هوا المهجر الهوا وشجع نضلوا في
فيلم ديال 1919. زاد الفنان محبوب باتي بدا يخدم في عمر صغير كيما قاعد زايرين هذاك الوقت ولا هذا الوقت ثاني، حنا ما يتبدل والو عندنا من ناحيه الحاله الاجتماعيه يعني. وقرا شويه شهور في مدرسه قرانيه وحب الموسيقى، والقدره العاليه للتعلم اللي كانت عنده خلاته يدخل في الفرقه المسرحيه تاع محي الدين باشطارجي في 1937. ومحبوب كان يعزف على الساكسوفون المعروف في الجاز، عزفت على الساكسوفون وبدا ينتقل من فرقه لاخرى حتى اسس الفرقه تاعو في باب الواد، وتعلم من بزاف فنانين هذاك الوقت كما الحاج مريزق والحاج محمد العنقا. اواخر الاربعينيات دخل في الاوركسترا الحديثه لمحطه اذاعه الجزائر، وكان يعزف على آلة الكلارينات هذيك تاع شفيق تاع سبونج بوب. عزفت على الكلارينات. وكي دينا الاستقلال الحمد لله شد طريق واحده اخرى اللي هي تاع الكتابه والتلحين، واستفاد من الخبره تاع السنين اللي عنده في الموسيقى، وكتب للمره الاولى لعبد الرحمن عزيز، وبدا يخدم حتى 1970. بداو ينتقدوه المحافظين تاع الشعبي هذوك اللي يحبوا الشعبي بستيل القديم تاع الحاج محمد العنقا واللي قبله واللي موراه يعني. السؤال هنا هو علاش؟ واش دار هذا الفنان الكبير اللي ماشي معروف خساره هو اللي دار الاغاني القصيره في الشعبي ولا كما يحبوا يسموهم لي شونسونات، وبدل الشعبي من قصايد طوال ومادح ديني الغنيات قصار قرب للمجتمع اكثر، وكتب القروابي والعنقيس وشكون ثاني. يقول وليد محبوب باتي باللي كان يحب عمر اكثر منهم كاع، يعني كاع اللي عطى لهم الغنى، على خاطر شاف في حاجه ما كايناش في الاخرين. اولا الموهبه الكبيره تاعو، وثانيا الجرأه تاعو في الارتجال الامبروفيزاسيون، كان يقدر يقلب الغنيه في دقيقه ويبدل اللحن. وقال سيد احمد الناقب اللي خدم معاه بزاف باللي كي تخدم معاه لازم تعس روحك، هو ودحمان الحراشي الله يرحمه الله يرحمهم كاع. المهم هو محبوب فهم عمر وصوته وعقليته وخدم له غنيات ليه سوا، ويقولوا هو اللي حط له اصلا اسم عمر الزاهي لاول مره مع كمال حمادي، باش كي تخرج كاسيطه تخرج باسم شباب خير من عمر العنقيس ولا عمر الرونفالي. بسم الله في واحد الشركه واسمها نجوم الفن سجل لعمر زوج لي ديسك، الاول فيه يلا عذرا خزرت عينيك باينه، يا يا العذراء صرت عينك باينة تبلي بالحب خاينة، والريم مقصود غايتك عافيني يا الريم يمنا. والثانيه هي جهلت كل صاحب. وفي الديسك الثاني ولا الالبوم الثاني نقدرش نسموه البوم نقولوا ديسك الثاني، هذاك الوقت كانت خلوطه شويه، خرج ديك الشمعه اللي حرقنا. ديك الشمعة اللي حرقنا فوت عليك يا غزالي، عليك يا غزالي يا غزالي. وسالي طراش قلبي يعطيك خبارو، سالي طراش قلبي يعطيك خبار، انت الملكة وتدري ما بيه، خليه يشتكي يحكي لك حوار، اما تعد به ولا انت فيه. سالي طراش قلبي يعطيك خبار، وساليه ساليه وغنية واحدة أخرى ما حاجتي بضي الشمعة مالي حاجة. ما حاجتي بضي الشمع مالي حاجة، ما حاجتي بضي الشمع يضوي والبيت عليا، ما نبغي مشعول ينطفى بدموعو عالناس بدموعو عالناس. وأخيرا أغنية لا نويت الغدرة. لا نويت الغدرة حرم على عيني زول منام، عيني زول منام، لا نتبع جرة راحتي ورواحي طول الأوام. وكاع نجحوا مليح وتباعوا بزاف، وعمر دار سوكسي بهاد ستيل تاع الغنى اللي كان جديد عليه. محبوباتي وعمر الزاهي شكلوا جزء كبير من الهويه الموسيقيه الجزائريه. الزاهي بصوته اللي يعكس روح الشعبي، وباتي بالقدره على تاليف وتلحين الاغاني خلات الشعبي متجدد. ولكن هاد الحاله ما راحش طول، وعمر حب يعاود يولي للقصيد. نعم طويل معروف به عمر وكاع الشيوخ تاع الشعبي، واللي المعظم تاعو مادح، خاصه الحب الكبير للرسول صلى الله عليه وسلم، وزيد للحريه اللي عنده في هاد القصايد يلحن ويغير الالحان كيما حب، وزيد ما كانش يحب الرسميات وحقوق المؤلف وبلا بلا بلا، وهرب على هاد تكسار الراس، وفضل يعيش حياه الزهد اللي معناتها بكل بساطه تصغير الدنيا وعدم الاهتمام بالثروه والشهره والمكانه الاجتماعيه والاقتناع بوش عطى الله وعدم التعلق بالدنيا. وهذه هي شخصيه عمر الزاهي اللي كاع العراس اللي خدمهم وما ترفهش. يحكيو ناس باللي كل ما يخدم عرس يدير براوات يحط فيهم دراهم ويخرج ويولي بلا بيهم، ما كاين حتى واحد على باله وين كان يديهم ولا وين داهم هذاك الوقت. وعمر ماشي الانسان اللي يهضر، وما كاين حتى
حتى واحد يلحق يسقسيه واصلا يزيد يسقسي سؤال كيما هذا، وين ديت الدراهم هادو ولا واش فيهم البراوات. عمر خدم مع بزاف ناس من الستينات، وكاين منهم اللي مرضوا ما قدروش يخدموا وما يقدروا يديروا حتى حاجه واحده اخرى، ما يعرفوش وراح الحال كبروا باش يتعلموا. ولا عمر كان كيخدم يروح يدي لهم نصيبهم بلا ما يخدموا. احكي لي على الرجله في هذا الموقف خويا العزيز. عمر معروف بالشعر الملحون ويحب غير المفقود، غنى شعر تاع بزاف شعراء كيما الجزائري الخضر بن خلوف اللي مات في عمره 124 سنه، وبن مسايب اللي عنده حكايه بزاف شابه. هو كان يكتب شعر الغزل والغرام، وفي واحد النهار ولا يعني ليله نام الرسول عليه الصلاه والسلام، ومن هذاك النهار ولا يعني الليل اللهم راني نديرها بالعاني وهو يكتب بالمديح. وبدا بالقصيده الاولى اللي يحبها بزاف عمر الزاهي، رات عيني حبيب قلبي البارح، واللي في الجزائر تقريبا غناها غير عمر. رات عيني حبيب قلبي البارح، كمل الزين ولبها العجنان، كمل الزين ولبها المادان. وهذا هو الدليل انه كان يحوس ويكسر راسه باش يفهم وينوع ويجيب غير قلب الحبه. ولكن كان يحب واحد الشاعر اللي سمى روحه رئيس الكلام، واللي هو عبد العزيز المغراوي، واللي خدم منه بزاف واكثر واحد. عمر بلسانه كان يقول لهم حصلت وما قدرتش نخرج من المغراوي، خطر على باله بلي مازال كاين قصايد مليح بصح المغراوي سحروا. إمام الأنبياء خاتم كل رسال، نبينا المصطفى محمد بوديهاج، من علم كل علم منقول ومعقول، كغرفة ممتلة من بحر المواج. في عام 1980 وضربه واحده جبد عمر وتبحر لمده 7 سنين، ويقولوا انه هذاك الوقت اعتزل وحب يجبد. ولكن في 1987 طلع فوق خشبه المسرح ودار 2 حفلات في قاعه ابن خلدون قدام غاشي كبير، ولا لازم علينا نوصفوهم في كلمه نقدروا نقولوا مخلوعين. بكاهم فرحهم وزهاهم. واسمح لي صوتيت لك من 71 ل 87، واسمح لي نسيت باش نقول لك في هذا الوقت شيوخ الكبار تقريبا كاع ماتوا، كيما الحاج محمد العنقا ودحمان الحراشي، ولقى روحو عمر مسكين وحده في الساحه. واش يدير؟ يخدم يكسر الدنيا، يدير حفلات واعراس. عمر يعتزل مره اخرى، ولكن هذا الاختراع على بالنا علاش. 1991 والعشريه السوداء، عمر خدا قرار باش ما يغنيش، كيفاش يزهي ناس وناس تموت. فنان عظيم خويا العزيز ومتواضع لاقصى درجه كما يقولوا صحابه والناس اللي تعرفوا، حوايجو يمدهم لك. ومسكين هذه نقولها زياده برك، كان يكتب القصيد بالفرنسي تسمى بلغه الفيسبوك، وماشي معناتها ما يعرفش العربيه، يعرف العربيه لدرجه مليحه لا باس بها، ولكن قرا بالفرنسي الله غالب. وباش نزيد لك تقريبا الشيوخ تاع الشعب هذاك الوقت كاع كانوا هكذا. قولي لي بالله يا الشمعه، علاش عليك ذل والناس في الفرح، ما دموعك غير تنهمر فوق الحسكات سيل بالدمعه طيله. عمر كان يقرا المالك بن نبي المفكر الاسلامي الجزائري. واش حب يقول؟ عمر كان يخبي علمه وثقافته باش ما تحسبوش الناس اللي على باله كيفاش تخمم وتشوف متكبر. في قصر الرياس 1997 حضر الشيخ عمر تكريم الحاج محمد العنقا، اللي كان قال على عمر في وقت سابق انه يعرف يغني وراح ينجح باذن الله. ونقدر نتخيل واش كان يحس عمر مسكين تما، وهو يشوف الحاضر واللي ماضي قدام عينيه، وهو يكبر وصحته تنقص وتريب. عمر جاب عيله لداره وسكنوا معاه وعاش معاهم كعضو في العائله، زوج بنتهم كبنته ولعب مع اولادهم ويقضي لهم وقف معاهم شغل صح ولاده عائلته الصغيره ولا عائلته الكبيره، باسكو ما يحبش هو اللي يقول له عائلته صغيره، واللي عوض معهم الاحساس تاع العائله اللي فقدوا بكري. يماه ماتت جدو مات خياته تزوجوا كاع ما يقدروش يجوا له ولا ما يقدروش يكونوا معاه دائما، وما لحقش يتزوج اصلا، ما نقدروش نقولوا علاش هذا شغله. يحكيوا عليه انه كان يخدم مع راس باطل، واختار مرة مسكينه ما عندهاش جات تختن وليدها، راحت عندها مر قال لها روحي راني جاي، راح غنى لها باطل وخدم لها الختانه وزاد جاب لها كبش وختن لها طفل وغنى، وكي جا خارج زاد عطى لها مكتوب ربي دراهم. وانا مر هذا الكلام صراحه ما نقدرش نزيد نشكره، اليامات اللي جوزتهم وانا نبحث باش ندير هذا الفيديو راحوا كاع في انسان زهدي يدير الخير، انسان زهدي يدير الخير، الناس كاع تقول عليه هضره وحده. يا القليل الزين يا صفر الجنحين يا احمر الخدين اكحيل العينين هذه وسنين انت بقبص حزين تغني بصوت حنين لا من عرفت هناك منين. اختار جليه الهاشمي قروابي، قالوا الوزير عطتنا احنا الفنانين 50 مليون 50 مليون، وتفكراتك باش تكرمك انت تاني فنان كبير. قالوا الله يكثر خيرك وخيرها، ولكن انا واش درت باش تعطي لي دراهم؟ ما خدمتش انا والو في الدنيا هذه، شكون انا باش تعطي لي دراهم؟ قالوا قولها تديهم لدار الشيخوخه، والله يكثر خيركم. وماشي غير الوزيره، الناس كانت تحب تمدلو دراهم وتعاونوا ولا دير فيها الخير، وما كانش يقبل في الوقت اللي ما كانش يخدم فيه، ما كانش يصور دراهم. وعلى حسب المصادر كان يشد من واحد برك كان يجيب له زيت الزيتون ولا عسل من جيجل، محبه وفقط.
شت هذوك التسجيلات اللي تلقاهم في اليوتيوب سجلوهم ناس تحبوا برك وما داش عليهم فرانك. خدم عمر في الالفينات العراس برك، ولحقنا ل 2013 اعتزل عمر للمره الاخرى وخدم خطرات قلال برك للمقربين فقط. وعمر في هذه الوقيته كان بدا يمرض ويعيا، وخطره كان مريح في الجنينه وين موالفي ريح حياته وكاع قدام دارو. جاو ليه زوج قالوا له راه بعثنا الرايس سمع بك مريض وحبيباتك تداوي في الخارج. قال لهم قولوا له الله يكثر خيره، ولكن انا ما رانيش تاع خارج وراني نتحسن خير من اللي كنت الحمد لله. ونفس الشيء حبوا يبعثوه لمكه، واسمع واش قال لهم. كان دليل مكتوب والتربه ان شاء الله نمشي نغنم ما غنمو عرب وعجم ان شاء الله واحد ما يديني ان شاء الله. عاش الزاهي تقريبا كاع حياته في الرون فالي، زاهد في الدنيا ويرفض كاع العروض الماليه والحفلات والتكريمات، ماشي لانه انسان معقد ولا مريض، بل لانه متواضع وبخيل على روحه. كمبدا حب يعيش هكذا. بيدك روحي ومالي لك بيمين ديك بدم غالي يا ارض فلسطين سمان الله العالي رب العالمين يا عالم الهلالي جاني سمان الله العالي رب العالمين يا عالم الهلالي يا ارض فلسطين يا عالم الهلالي يا ارض فلسطين. قولوا صحابو بلي عمره ما خرج من حومته غير مرات قلال، وكان يكفيه يبقى في القهوه قدام دارو ولا الجنينه اللي قلنا ليها اللي مقابله دارو اللي اسمها براغ ولا براغ، واللي داروا فيها التمثال تاعو. بعد عمر ماشي طويل بزاف، ولكن عمر المقتنع بكاع واش يجي من عند الله، ما كانش طامع في الدنيا هذه. وفي 30 نوفمبر 2016 توفى عميمر في دارو في فراشه في عمر 75 سنه برك، وتدفن في القطار في جنازه عملاقه، وناس من كل ولايات جاو يحضروا الدفينه تاع الزاهي شيخ البلاد اللي بلا ما نقول لك مازالوا في قلوبنا. هذه كليشي، هاد الناس عمرها ما تموت. ونزيد لك حاجه راني خايف عليها تموت، هذا البرنامج اللي راك تفرج فيه على بالك واش دير باش ما يموتش البرنامج هذا؟ استمتع بهذه الحلقه اللي راهي هنا اللي خيرها لك اليوتيوب ليك انت بدا تخطر على باله واش تحب خير مني وخير منك وخير من جدك السابع. في الامان خويا العزيز.